السلام عليكم ومرحبا بكم في داركم الثانية. أنا ريم. أول حاجة بغيت نقولها لكم وهي شكرا لكم بزاف على دعمكم الكبير في أي فيديو حطيت. الموضوع ديال اليوم هو واحد الحاجة اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس ولكن قليل اللي كيهضر عليها، اللي هي الصحة النفسية. في واحد العصر اللي عامر بالمشتتات، عامر بالمظاهر والضغط الزايد، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم خطوات بسيطة ولكن تأثيرها كبير على نفسيتكم وعلى ان شاء الله الحياة ديالكم. ديروا لايك، تابوناو وخليونا نبداو الفيديو ديال اليوم اولا البودكاست ديال اليوم. اول حاجة واللي مهمة بزاف بالنسبة ليا واللي هي خرج راسك وخرجي راسك من العزلة، وحاول تعرف كيفاش تشارك أو لا تشاركي مع محيطك. حاول ما تكبتش وما تكبتيش ولكن ما تقولوش كل شيء. حاول تكتب وحاولي تكتبي باش تفرغوا داك الشيء اللي كيدور لكم في العقل ديالكم والأفكار الكثيرة اللي كتدور في الدماغ ديالنا. تاني حاجة واللي خاص كل واحد منكم وكل وحدة منكم يركزوا عليها واللي هي الخدمة. في الفوضى ما كتعطيش نتائج، بمعنى أنه إلا ما كانش عندك واحد الروتين معين، واحد الهدف مربع كيف نضحك، واحد الهدف معين، العقل ديالك غادي يتشتت. واي هدف ديال يمكن يكون ديال شي شخص اخر كيطمح ليه غادي يولي هدف ديالك، بمعنى انه غتولي اي حاجه كتاثر فيك وتقد تعلق بها لدرجه انك تولي هوس عندك وتولي انت كتهدف ليها رغم انك ما عندك حتى شي علاقه بها ابدا. ثالث حاجه واللي عارفه بزاف ديال الناس حاولوا وقدروا انهم يطبقوا هاد الحاجة واللي هي يقلوا من السوشيال ميديا، وراهم لاحظوا كمية الحوايج الكبيرة اللي ولاو كيقدروا يديروها بلا حتى شي عائق وبسهولة، ولا النهار ديالهم كيستافدوا منه ب95% وكيحصلوا على بزاف ديال النتائج زوينين، سواء في الصحة العقلية ديالهم، سواء في الشخصية ديالهم، نعم، سواء في ديفلوبمون بيرسونيل ديالهم. واي هدف حطوه كيوصلوا ليه وكيقدوا انهم يديروا اي تشالنج مع راسهم وكيربحوه بواحد السهولة لا تصور. رابع حاجة واللي بشكل او باخر واللي الاغلبية كيركز عليها واللي انا كنشوفوا الناس كيركزوا عليها وهذه حاجة مزيانة، واللي هي الرياضة. علاش؟ حيت من تغيير الجسم كتولي تفكر في تغيير، كتولي تفكر في واحد التغيير شامل ديال العقلية اولا العقلية ديالك، وكتحيد عليك بزاف ديال الناس والطاقة السلبية اللي ما نافعين بوالو. غتكون بهذا الشيء قويتي جسمك، عضلاتك وحتى عقليتك بلا ما تحس. اخر حاجة ممكن حتى شي حد ما يرد ليها البال ومدى تأثيرها على الإنسان واللي هي النعاس. النعاس واحد الحاجة اللي كتتحكم فيك ولو ما كنحسوش بها، فحاول ما أمكن وحاولي ما أمكن أنكم قبل ما تنعس أو قبل ما تنعسوا تبعد عليك تليفون. ماشي تبعدوا عليك قصد أنه تبعدوا عليك بالمكان ديالو، ولكن قصد أنك ما تستعملش التليفون واحد ساعتين على الأقل أو لا 3 سوايع من الأحسن قبل ما تنعس. ما تكونش شاد فيها تليفون قاع، سواء قرا في هذاك الوقت، سواء ارتاح فيه، سواء ما مارس شي رياضة. المهم قبل من هذيك 3 سوايع أو 4 سوايع قبل من النعاس حاول أنك ما تهش فيها تليفون. النصيحة الذهبية في هذا الفيديو واللي أنا متأكدة أنها غادي تعجبكم بزاف وتأثر فيكم إن شاء الله، وهي قبل من هذا الشيء كامل خاصنا نخدموا على تقبل الذات. أي حاجة
اي هضرة خارجية ما نعطيوهاش اكتر من القيمة ديالها ولا القيمة الحقيقية ديالها، ونعرف باللي الا درت شي هدف فراسي غادي خاصني نوصل ليه باي ثمن كان كما كنقولوا، واي حاجه حطيتها فراسي غادي نوصل ليها. دونك ما عندي لاش نتاثر بشي حاجه خارجيه او لا تاثر فيا شي حاجه من غير انه تكون او لا تجي من واحد الجانب الايجابي ليا غادي يساهم في التطور ديالي، سواء الشخصي سواء العملي سواء اي حاجه. دونك نثقوا في راسنا ونكونوا عارفين باللي حنا قادين نوصلوا لاي حاجه درناها بنيانا. غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وما كرهتش تخليوا ليا شنو تبغيو في الفيديوهات الجايين من افكار من حتى اقتراحات ديال نوعيه الفيديو نبدلوه حتى هو ما كاينش مشكل. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف حيت وصلتوا لهنا في هذا الفيديو عفوا، ونشكركم بزاف على لي جيم ديالكم ولي زابوني، راني كنشوف كل واحد منكم ولي كومونتير زوينين بحالكم. انا ريم كنبغيكم بزاف، كنتمنى لكم الخير ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين او في الفيديو الجاي. السلام عليكم.